بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة الإسلام أو رسالة السلام. هذه الحلقة تتحدث عن تعامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمته بشتى ألوانها وبمختلف جنسياتها وبمختلف تخصصاتها وطبقاتها. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن سماحة هذا الدين، وأنه دين سلام وأمن وأمان، وفي نفس الوقت هو دين قوة ودين عزة وتمكين، وليس دين ضعف. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالحنيفية السمحة وبعث بالأخلاق الطيبة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أن ينشر السلام بين البشرية أجمع، سواء بشرية الإجابة أو بشرية الدعوة، سواء من اعتنق بالإسلام أو من لم يعتنق بالإسلام، فكلهم لهم الحق في أن يعيشوا في هذه الأرض بسلام. وإكمالا لهذه المقدمة ولما ذكرناه في الحلقة الماضية من التسلسل في تعامله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين والمنافقين والمشركين واليهود والنصارى، وتعامله عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وأبنائه وبناته وجيرانه وإخوانه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك عماته وأعمامه، وأيضا عليه الصلاة والسلام من جيرانه إلى ذلك. وأعطينا نبذة عامة في هذا الخصوص، ثم وصلنا فيما كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان يعرض عليه بعض الأسئلة. وهذا إخواني في الله، لما انتشر هذا الدين واتسع واعتنق معظم أبناء الجزيرة العربية، بدأوا يفدون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفواجا، ويبايعونه ويسألونه عن دينهم وعن ما يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. هنا وقفنا عند سؤال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمور الخاصة بهن. ففي حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أن أم سليم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت أم سلمة: فضحت النساء يا أم سليم، ووضعت يدها في وجهها، وفي نفس الوقت قالت لها عائشة: تربت يمينك. نعم. الحديث أقرأه لكم بنصه من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت عائشة:
يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة وجهها وقالت يا رسول الله أو تحترم المرأة؟ فقال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. هكذا كنا يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمور التي يستحيا منها، ولكن أم سليم ها هنا قدمت بمقدمة إن الله لا يستحي من الحق. نعم في الأمور الدينية التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا بد للمسلم أن يسأل وأن يتفقه في دينه ولا يمنعه الحياء من ذلك. ولا يخفى مشاهدي الأكارم على شريف علمكم أن الحياء قسمان: قسم ممدوح وقسم مذموم. فالممدوح هو الذي يحفظ صاحبه عن الأمور المستهجنة، وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. وقوله عليه السلام أيضا الحياء من الإيمان. فقوله كذلك صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء بهذا المعنى ممدوح في الإسلام ومرغوب فيه. أما الحياء المذموم هو الذي يجعلك تجهل أمور دينك ويبعدك عن أوامر الله تبارك وتعالى، كاستحياء النساء أو البنات من مسألة الحيض، فتجد أن المرأة أو الفتاة تحيض في سن 12 من عمرها أو 13 ويخرج منها الدم، وتستحي أن تخبر أباها أو أمها أو أهلها، فتبقى تصلي به وربما تصوم، وهكذا تكون في يعني جهالة كبيرة، بل ربما تدخل المسجد وتمسح القرآن وتمسك بالمصحف، وهكذا بسبب الجهل أو بسبب الحياء عن السؤال. كذلك كثير من الناس يستحي أن يسأل عن صفة غسل الجنابة، صفة غسل الجنابة. بعض الناس مع الأسف بسبب الحياء لا يعرف أصلا حكم الجنابة، يجهل حكم الجنابة، وبالتالي خصوصا الذين يعيشون في بلاد أوروبا وفي بلاد الكفار ولم يتسنى لهم المرور بتعلم الفقه، فإنهم حقيقة يقعون في جهل كبير وفي حقيقة مآسي جدا مؤلمة من الجهل. نعم مآسي جدا مؤلمة من الجهل. يعني قابلت بعضهم مشاهدي الأكارم لا يعرف كيف يتوضأ، ناهيك عن كيف يستنجي وكيف يتطهر، ناهيك عن كيف يصلي. اي والله وجدت فئة من الناس. كنت في رحلة إلى إحدى البلدان العربية، ونزلت في إحدى الفنادق وطلبت أين اتجاه القبلة، وفي ذلك الوقت لم تكن قد نزلت هذه البوصلات التي في الجوالات اليوم نقلات، فسألت عن الريسبشن في دولة عربية مسلمة، قلت له أين القبلة؟ فقال لي لا أعرف. تعجبت وهو رجل مسلم، يعني إسلام فقط، الإسلام بالمسمى، أنت ما تصلي؟ أنت تتعجب والله من جهل هذه الأمة. وفي ظل هذا الجهل وبعدنا عن الله نريد أن نحيي الخلافة الإسلامية، ونريد أن نكون على الجادة وعلى أننا ونبكي إذا سلط علينا إسرائيل وأخذوا مننا القدس ونتباكى.
لا يمكن أن تأتي الخيرات بمعصية الله تبارك وتعالى. فندق فخم 5 نجوم ليس فيه من يصلي، هذه مشكلة كبيرة. في الأخير وجدت امرأة يعني تعمل بالنظافة، فسألتها أين القبلة؟ فهذه أيضا زادت الطينة بالله، فقالت لي ربي في كل مكان، صلي إلى أي اتجاه أنت تشاء. هكذا أعطتني فتوى وقالت لي صلي في أي اتجاه. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأقول أيها الأحبة، هكذا يمر على الشخص يعني عمره كله وهو لا يعرف من دينه شيء. فهنا أم سليم رضي الله عنها وأرضاها لما قوي الإيمان في قلبها استطاع أن يقضي على الحياء المذموم، وأتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل عن حكم شرعي، فقالت فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ الاحتلام هو أن يخرج من الإنسان أو من المرأة مني بلذة وشهوة وهو نائم. والإنسان إذا احتلم وهو نائم فلا شيء عليه، إنما عليه أقصد لا شيء عليه من الإثم من الاحتلام. إذا كان إخراج المني بطريقة غير مشروعة محرم، لكن الاحتلام بسبب النوم لا يفطر صائما ولا يرتكب إثما. وبالتالي سألت هذه المرأة عن الاحتلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي رأت الماء، يعني إذا هي رأت المني قد خرج منها وله آثار في جسدها فيلزمها حينئذ أن تغتسل. وإذا لم ترى المني أعزكم الله وأكرمكم الله فإنها لا يلزمها الغسل. نعم. وهنا تسأل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا أم سليم فضحت النساء تربت يمينك، يعني كانت هذه من الأمور التي يستحيا منها. والمرأة إذا رأت في المنام أنها احتلمت أو جامعت زوجها فإنها تستحي أن تذكر هذا، فبالتالي لا ينبغي لها أن تذكر فيستحي من هذا. ولذلك هنا يعني أم عائشة تعاتب أم سليم وتقول لها فضحت النساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعاتب عائشة يقول لها بل أنت فتربت يمينك، نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت الماء. وهنا أيضا أم سلمة تغطي وجهها من الحياء وتقول أو تحتلم المرأة يا رسول الله، وكأنها تستنكر هذا ومع حياء اللي تغطي بما أنها غطت وجهها دليل على الحياء. وهنا الحقيقة يا أخواني نقف وقفة مهمة. هنا انظروا إلى أمهات المؤمنين كيف يستحين من هذا الموقف، وإن كان هو موقف علمي مهم أن تتعلمه المرأة. ومن هنا كان حكمة الله تبارك وتعالى في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء النسوة حتى ينقلن عنه هذا العلم الذي لا يطلع عليه إلا الخواص. فمسألة غسل الجنابة ومسائل الاحتلام ومسائل اتيان الرجل لزوجته، كيفية اتيان الرجل لزوجته، كيفية المداعبة، كل هذا لا يمكن أن ينتقل من بيت النبوة ومن غرفة النوم إلا عبر زوجات صالحات مؤمنات يعرفن كيف ينقلن هذا الأمر بأدب راق وأسلوب عالي حتى تتعلم هذه الأمة، وحتى أيضا تعرف هذه الأمة أنها أمة الفطرة. وهذا أيضا من الأمور التي يؤكد عملية السلام، عملية التعايش بسلام الزوج والزوجة حينما يعيشان بأمن وسلام، ويعطي كل واحد منهما حقه للآخر، فإن إخواني في الله يحصل بذلك الوئام. بعض الباحثين ذكروا أن معظم الطلاق أسبابه هو التقصير في مسألة المعاشرة الزوجية، التقصير في كيفية المعاشرة الزوجية. هنا كثير من النساء تستحي أن تذكر للقاضي أن زوجها مقصر في الجانب الفراش،
خصوصا في جانب المرأة. جانب المرأة لا تستطيع أن تبوح بأن زوجها مقصر، في حين أن السنة النبوية أتت بكل ما يضمن للمرأة حقها حتى في الفراش. حتى في الفراش هناك أحاديث وهناك نقولات وآثار عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام ينبغي للزوجين أن يتعلماها حينما يقومان بعملية الزواج. و70% من الطلاق مصدره هنا عدم إعطاء المرأة حق فراشها، والعكس أيضا بالعكس. فبالتالي هذه الأمور التي يعني يستحيا من ذكرها، حقيقة يستحيا من ذكرها، نقلت إلينا عبر هؤلاء النساء المؤمنات العفيفات الطاهرات أمهات المؤمنين. فكان يجب على الأمة الإسلامية أن تنشر هذا العلم، علم الزوجية والفراشية بالخصوص، تنشره حقيقة بين المجتمع الإسلامي حتى يعيش الزوجان بأمن وأمان وسلام إخواني في الله. نعم. هذا هو حديث أم سلمة فيما يتعلق بمسألة أم سليم. كذلك كنا يسألنا أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ما يخصهن من أحكام الحيض. فمن ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قبل أن ندخل في شرح هذا الحديث نعود للحديث الأول ونقارن بين اليوم نساء اليوم. أنتم رأيتم أم سليم وعائشة كيف يستحين من هذا، وفي المقابل اليوم حينما نشاهد بعض القنوات يتحدثون عن ما يتعلق بالأمور التي تتعلق بالزوجين، تجد أن ثمة هناك حقيقة خلع للحياء وجراءة كبيرة جدا وإثارة لشهوات الشباب والفتيات فيما يجعلهم يقعون في الحرام. أو تجد أن المرأة لا تستحي من ذكر هذه الأمور ولا يرى على وجهها أي حياء، فتذكر الأعضاء التناسلية أكرمكم الله وتذكر أمور دون أي خجل أو حياء والعياذ بالله. وهذا في الحقيقة يعني ينطبق عليهن هؤلاء النسوة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن الأمور المستهجنة والأمور المستقبحة في شريعة الإسلام لا تذكر هكذا. أرأيتم أن بعض الآثار تذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم للخلاء ولا يذكرون ما يتعلق بالبول عزكم الله والبراز، وهذه الأمور لا تذكر، إنما يقال خرج إلى الخلاء بالكناية فقط. ومنه قوله تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالرفث في اللغة العربية وكل ما يستهجن ويستقبح يسمى بالرفث. فاللغة العربية جاءت بمكنوز عظيم من الألفاظ ما تغني عن التصريح، ولا يصرح إخواني إلا عند الضرورة. يعني لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بالألفاظ التي يستحيا منها إلا عند الضرورة، كإقامة حد الرجم أو إقامة حد معين من حدود الله، يصرح حين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون الأمر واضح جلي، فلا يقام الحد إلا على بيان واضح. وإلا فالواجب أن الإنسان يتعفف عن هذه الألفاظ القذرة وعن هذه الألفاظ المستهجنة ويرقى بنفسه إلى علو الأخلاق. من هنا أيضا نؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق. هذه المرأة من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها أتت النبي عليه الصلاة والسلام تسأله فتقول عن غسل المحيض، كيف تغتسل من الحيض، كيف تغتسل أكرمكم الله من الحيض؟ فقال عليه الصلاة والسلام خذي فرصة من مسك فتطهري بها.
خذي مسكة فرصة يعني قطن من مسك، يعني فيه شيء من طيب المسك، فتطهري بها. هكذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر عام فيه كامل الأدب وفيه كامل الحكمة. فقالت المرأة: كيف أتطهر؟ أرادت مزيد من التفصيل، كيف أتطهر؟ تريد ربما يكون هناك شيء من المعلومات التي ربما تحتاج أن تعرفها. فقال عليه الصلاة والسلام، كرر إليها فقال: تطهري بها. قالت: كيف؟ فبدأت وتريد أن تسأل بشيء دقيق، وهنا حقيقة أمر يستحيا منه، يعني معناته هي تتحدث عن أمور أعزكم الله الفرج، وعن أمور خروج الدم منه، وهذه التفاصيل يستحي النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكرها، وهي أمور معروفة لكل امرأة معروفة. فقال عليه الصلاة والسلام مستنكرا مستعجبا: تطهري بها. سبحان الله. واستتر صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فاجتذبتها إلي، يعني طلبتها وسحبتها باتجاهها، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. تتبعي بها أثر الدم أي في فرج المرأة. نعم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، أشد حياء من العذراء، يعني المرأة البكر، الفتاة البكر غالبا تكون يعني شديدة الحياء. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من هذه الفتاة التي تكون في داخل غرفتها وحجرتها، ولا يجرؤ أحد أن يدخل إليها إلا ما كان من محرم. وهذا من حيائه عليه الصلاة والسلام. فكان ذا خلق عظيم صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يوضح للنساء ما يمكن أن يوضحه بوضوح، وما يمكن أن يستحيا منه، فكان يبتعد صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. من عظيم حكمته صلى الله عليه وسلم حينما كان يسأله الناس عن دينهم وعن قضاياهم، كان صلى الله عليه وسلم يضرب بالأمثلة حتى يعني يوضح للسائل ما يرفع عنه الشبهات والمنكرات، وبهذا يحقق صلى الله عليه وسلم الأمن والسلام والعيش الرغيد للأسرة المسلمة. انظروا واسمعوا معي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود وإني أنكرته. فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم. قال: فأنى ذلك؟ قال: لعله نزعه عرق. قال: فلعل ابنك هذا نزعه عرق. نعم. وبهذا انتهت القصة. نعود إليها مرة أخرى. هذا الرجل ولد له غلام أسود وهو أحمر، يعني هو أبيض، لونه أبيض، وامرأته أيضا بيضاء، فولدت هذه المرأة طفلا أسود. ولد هذه المرأة طفلا أسود. فأنكر هذا الرجل: كيف يولد لي طفل أسود وأنا أبيض وزوجتي بيضاء؟ كأنه يريد أن يتهم امرأته والعياذ بالله بفاحشة الزنا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل. وهذا أيضا من حكمة هذا الرجل، وأيضا وصبره وعدم تعجله. بعض الناس يتعجلون فيفسدون بيوتهم بمجرد أدنى شك، والعياذ بالله أدنى شك يفسد بيته، وهذا خلاف السنة النبوية وخلاف
أوامر الشريعة الإسلامية. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نعود إليكم. الأكارم، عدنا إليكم. كنا مع هذا الرجل الذي قال: ولد لي غلام أسود فأنكرته، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل لك من إبل؟ يعني هل عندك من جمال؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما هي ألوانها؟ هذه الجمال التي أنت تملكها ما هي ألوانها؟ فقال: حمر، يعني جمال حمراء اللون. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها من أورق؟ الأورق هو الذي فيه سواد وبياض، سواد وبياض، إما أن يكون كله أسود وفيه بياض، أو أبيض وفيه بياض، أو مشترك، أورق، يسمى أورق. فقال له: نعم. قال: فيها الأورق؟ قال: نعم، بعضها فيها أورق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف ذلك؟ فقال رجل: لعله نزعه عرق، يعني هذا الجمل هو جزء من جمالي، وأنا متأكد أنه ولد من بين هذه الجمال. طيب كيف أصبح هذا لونه؟ فقال: لعله نزعه عرق، يعني ربما كان جده إن صح التعبير الرابع، الخامس، السابع، لونه بهذا اللون، فجاء بأمر الله تبارك وتعالى هذا الجمل الذي ولد في بعد مرور يعني 7 طبقات من الجمال، طلع هذا اللون يشبه ذلك اللون. هذا معناه. فلعل أيضا هذا الطفل الذي ولد لك نزعه عرق، ربما جده الثالث أو الرابع أو الخامس كان أسود، سواء كان من جهة المرأة أو من جهتك أنت، وبالتالي لعله نزعه عرق، نزعه عرق. بهذا ساهم النبي صلى الله عليه وسلم في نشر السلام والأمن في ربوع الأسر المسلمة، وعدم التعجل في الحكم على المرأة الغافلة المسكينة التي هي تعتبر مزرعة لما يقوم به الرجال. فالله عز وجل يقول: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فالرجل يعني يجامع أهله ويحصل منه خروج المني، ولكن الذي يخلقه هو الله تبارك وتعالى. فينبغي على الرجل أن يكون أكثر حلما وأكثر انضباطا ولا يتعجل. للأسف تجد أن بعض الأزواج لمجرد الشك يقوم بإغلاق البيت على زوجته حين خروجه إلى العمل أو إلى أي مشوار، يغلق الباب على زوجته فيذهب. وهذا والله من أعجب الأشياء، من أعجب الأمور. هل المرأة أسيرة إلى هذه الدرجة حتى أنت تغلق عليها؟ هل هي سجينة تغلق عليها الباب؟ وهل إغلاقك الباب بالمفتاح يمنعها من الخروج، أو أنه يمنعها من التصرف في جسدها بما تشاء؟ بدل أن تغرز في نفسها الثقة والأمن وتقوى الله تبارك وتعالى، وأنها فعلا تحفظه في حياته وتحفظه أيضا في غيابه، في حضوره في غيابه، كيف أنت تزرع فيها هذا الشك؟ وهذا يجعلها والعياذ بالله إحدى أمرين: إما أن تخون حتى تثبت له أنه لا يستطيع أن يمنعها، أو أنها والعياذ بالله تطلب الطلاق ويحصل الانفصال، وهذا نوع من أنواع عدم العيش بسلام، بأمن وسلام. فالرجل يجب عليه أن يكون إذا اختار شريكة حياته باختيار موفق، ورأى ولم يرى من زوجته أي شيء يثير للشك والريبة، فينبغي عليه أن يتعايش معها بالمعروف، أن يتعايش معها بالمعروف. ربما يحصل والعياذ بالله شيء من الحريق داخل البيت، فتريد المسكينة أن تهرب أو تخرج، فليس هناك مخرج طوارئ، هو قد أغلق الباب وذهب، فتحترق هذه المرأة وتموت في هذا البيت ويكون هو السبب. نعم، هذا والعياذ بالله قد يحصل في بعض البيوت أحيانا. هناك يعني أسر قد فقدت شيء من
بعض كفلدة أكبادها. فلا نستهين بمثل هذه الأحاديث وبمثل هذه التوجهات النبوية الكريمة أن الإنسان يحسن الظن بزوجته، وإذا ما رأى ريبة أو رأى شيئا فإنه يتحرى ويتأكد، ثم بعد ذلك يتخذ القرار المناسب الذي حقيقة يحفظ له شرفه وعرضه، يتخذ القرار المناسب. أما أن يستخدم أسلوب التهديد أو أسلوب إغلاق البيوت أو أسلوب ما يثير بالشك والرهبة، فهذا ينبغي أن يتورع عنه المسلم. من أسلوب سيدنا ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في الإجابة على الأسئلة الاستدلال ببعض الأحاديث والآيات ليكون أوقع في النفس وأردع. فعن أبي سعيد بن المعلى رضي الله تعالى عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال لي: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هذا الحديث عظيم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث نداء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي معلى وهو يصلي، وظاهر الحديث أنه كان يلزم أبا المعلى إذا ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ناداه رسول الله، أن يستجيب فيقطع الصلاة ويقول: لبيك يا رسول الله. نعم، لبيك يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه قال له: إني كنت أصلي، قال: ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو أحدا لأي أمر غير ذي بال، وإنما يدعو رسول الله أو يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر يستفيد منه الإنسان المسلم. ثم قال له: لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي. وهنا نتأمل مشاهدي الأكارم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة لهذا الصحابي الكريم، فالتصاق يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد الصحابة تعطيهم نوع من الطمأنينة والأمن والسلام، وهو خلق رفيع. تخيل أن يدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويد النبي عليه الصلاة والسلام ألين من الحرير، ويده مليئة بالطيب صلى الله عليه وسلم، فكلها حنان ورأفة، وأنت تشعر حقيقة بسعادة كبيرة أن تكون يدك بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من سنته عليه السلام أنه إذا صافح رجلا فلا يدعها حتى هو يدعها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع الرجل الذي صافحه حتى الرجل الآخر هو الذي يسحب يده من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الخلق العظيم. أنبي مثل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ممكن أن يأتي بدين يأتي بالإرهاب أو بالقتل؟ هذا خلقه صلى الله عليه وسلم، خلق السلام. حتى مجرد المصافحة يبقى مصافحا ومسلبا على الشخص كأنه يقول له: السلام مني دائم، السلام مني لك دائم لا ينقطع أبدا حتى تقطعه أنت. هذه رسالة من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا. وهذا الصحابي أيضا يتشرف بأن يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنته عليه الصلاة والسلام.
يأخذ الرجل بيده ويقول له: يا معاذ إني لأحبك فلا تدعن أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انظروا، فأخذ النبي عليه السلام اليد هو إحدى وسائل التربية وإحدى وسائل غرس الأمن والسلام والمحبة والطمأنينة في القلوب. هذا هو ديننا، فلنفخر بهذا الدين. ماذا أتوا أصحاب المذاهب الأخرى وأصحاب التوجهات الأخرى؟ ماذا أتى لنا الغرب؟ هذا هو ديننا، فلنفتخر به ونفتخر بهذه المعاني العظيمة التي أتى بها رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم. هذه السورة العظيمة التي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرش هي تعتبر أعظم سورة في القرآن، كما أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي. آية الكرسي، الله لا إله إلا هو. فالقرآن بعضه أحسن من بعض، وسوره بعضها أحسن من بعض، والله عز وجل يفضل ما يشاء متى ما شاء، ويفضل حتى في الرسل، ويفضل أيضا في الأماكن، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فسورة الفاتحة هي أعظم سورة، وهذه السورة العظيمة اشتملت على معاني كبيرة كما لا يخفى على شريف علمكم، ففيها توحيد الألوهية والأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وفيها ذكر الميعاد، وفيها ذكر مآل الصالحين والمؤمنين والصادقين، وفيها مآل المغضوب عليهم من اليهود والنصارى الضالين. فيها ملخص عن القرآن الكريم كاملا، فيها خلاصة القرآن الكريم في هذه السورة العظيمة، ولذلك جعلها الله تبارك وتعالى شفاء ودواء من العضوين، من المرضين، المرض النفسي والمرض العضوي. ففاتحة الكتاب يستشفى بها من الأمراض العضوية، ولكن للأسف كثير من الناس لا يتسابقون في هذا إلا حينما تغلق عليهم الأبواب. يعني هي أصلا شفاء، لمجرد إذا أصابك مرض من الأمراض العادية مثل الكورونا مثلا، اليوم الناس مرضى بالكورونا، فممكن أن نتعالج بالفاتحة في شرابنا، يعني نقرأها ثم ننفث في شرابنا الذي نشربه وفي مائنا الذي نشربه، ممكن أن ننفخ، وأيضا ننفخ في أيدينا بها ونمسح بها جسدنا كله، فإنها شفاء للأمراض العضوية. وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك أنها رقية، في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما قرأ رضي الله عنه وأرضاه على ذلك اللديغ قام كأنما نشط من عقال. والقصص في هذا كثيرة، لكن أنا أقول للأسف الأمة الإسلامية لم تعظم كتاب الله كما ينبغي، ولم تستخدم هذه الصورة كما ينبغي. قبل أن أنت إذا حصل لابنك مرض فارتفعت حرارته، قبل أن تذهب به إلى المشفى أو إلى الصيدلية لإحضار الدواء، اقرأ عليه سورة الفاتحة يا أخي، اقرأ عليها أنت بنفسك. وأنت أيضا ابنك حينما يمرض أو يكون عنده شيء من الزكمة والرعاف أقرأ عليه سورة الفاتحة يا جماعة. فلنتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه السورة العظيمة كما تعبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أوى إلى فراشه جمع يديه ونفخ فيهما، ثم قرأ بالفاتحة وبالمعوذات ومسح بهما سائر جسده. أين نحن من هذا؟ نتسابق دائما إلى المستشفيات وإلى الدكاترة وإلى الحكماء، ونحن بين يدينا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء، والشفاء عام، لفظ عام يشمل الأمرين: شفاء من الأمراض النفسية والروحانية والأجنان وما إلى ذلك، وشفاء حتى من الأمراض العضوية. نعم، القرآن الكريم شفاء من الأمراض العضوية، لكن يحتاج إلى يقين. لا نقرأه لمجرد التجربة،
نعم وجعلناهم أئمة يهدون بالأمر لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام شفاء، فيجب عليك أن توقن أن هذا شفاء، وأنت تقرأ فيه وتستيقن أن الله سيستجيب دعائك وأن له أثر، وبإذن الله سيقوم مريضك نشيطا من عقال، النشطة كأنما من عقال. لذلك يعني أوصي نفسي وإخواني أن وليكن عندهم صيدلية قرآنية في البيت، وليكن عندهم صيدلية قرآنية في البيت. يحصل عين لشخص أو يحصل مرض من الأمراض، فمباشرة يبحثون عن راقي يرقيهم. يا أخي أنت الراقي، يا أختي أنت الراقية فقط. هل أحد يعجز أن يقرأ سورة الفاتحة ويعجز أن يقرأ آية الكرسي؟ هل يعجز أحد أن يقرأ المعوذات قل والله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس؟ كافية، هذه الآيات كافية في أن يسترقي بها الإنسان، أن يرقي بها ويعالج بها جسده وجسد أهل بيته من زوجته وأبنائه وبناته. وكذلك العكس أيضا، الزوجة يجب عليها أن ترقي، أن ينبغي عليها أن ترقي زوجها، وأن تستخدم هذه الآيات فتقرأ على رأسه وعلى جسده وعلى أبنائها أيضا. هكذا يكون بيتنا بيت قرآن وبيت طاعة وبيت خير، بدل أن يكون مليء بالدشوش والأفلام الخليعة والصور الماجنة ومزامير الشيطان، وبعد ذلك نقول فلان مريض وعنده سحر وعنده أذى ولا ينام بالليل وعنده سهر، ونتشكى ونحن والعياذ بالله نحارب الله بهذه المعاصي. كذلك من الأحاديث التي كان يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك أو فذاك لك، فذاك لك. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هكذا استدل النبي صلى الله عليه وسلم على التأكيد على عظم صلة الرحم، وأنها استجارت بالله تبارك وتعالى أن يكون لها مقام وأن يكون لها قدر، فأتاها الله عز وجل هذا القدر وهذا المقام العظيم، أن يصل الله تبارك وتعالى من وصلها وأن يقطع تبارك وتعالى من قطعها عياذا بالله. فاستدل النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا المعنى العظيم بآية محمد سورة محمد فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. الشاهد من هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وسلم بالآية، لكن الموضوع عظيم. قطيعة الرحم من كبائر الذنوب التي تفزع القلوب. وتأملوا إلى الآية الكريمة، جعلها الله عز وجل، جعل الله قطيعة الرحم إفساد في الأرض، إفساد في الأرض، وقد نهانا عن الإفساد في الأرض فقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. فمن قطع رحمه فكأنما أفسد في الأرض والعياذ بالله، وهو يندرج تحت الذين يعني إنما جزاء الذين يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فتشابه مع هؤلاء. الذي يقطع الرحم كأنه والعياذ بالله قاطع طرق وناشر إرهاب، ولذلك كانت عقوبه عظيمة. فقال الله تعالى: أولئك فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. اللعن والعياذ بالله الطرد من رحمة الله. فكثير من البيوت تكون والعياذ بالله مطرودة
من رحمة الله بسبب قطيعة الرحم. إنا لله وإنا إليه راجعون. فأن لهذه الأسرة أن يأتيها الخير وهي والعياذ بالله معرضة لغضب الله وسخطه. يا قومنا أفيقوا، يا إخواننا، يا أخواتنا، يا أصحابنا، يا بناتنا، يا أولادنا أفيقوا. قطيعة الرحم مصيبة كبرى وخطر عظيم، خطر عظيم. تصالحوا يا إخواني. ونحن اليوم نستقبل شهر رمضان المبارك، نحن في شهر رجب، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على صيامه وقيامه. فقبل رمضان يجب أن تكون النفوس صافية وأن يتقي الله الإنسان نفسه. ارحم نفسك يا أخي، ارحمي نفسك يا أختي. القطيعة مصيبة، القطيعة بلاء، ارحم نفسك. يعني أحيانا قد يكون العذاب يعني أن يأتيك الفقر من كل حدب وصوب، أو يكون البلاء أن يبتليك الله بأمراض مستعصية، فمن مرض إلى مرض نتيجة لعدم صلة الرحم، عقوبة من الله، أو أن لا تكون موفقا، أو أن تنزع منك الرحمة. فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله لعن فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم كأنهم لا يسمعون الحق، أعمى أبصارهم لا يرون الحق، يرون دائما الباطل. مهما تناقشهم وتجادل وتذكر هؤلاء كيف يهديهم؟ سبحان الله، كيف يهديهم المرء؟ كيف يوجههم؟ ليس لهم إلا التوبة. والله العظيم يا إخواني، من قطع الرحم ليس له مجال إلا التوبة، وإلا فهذه الآية نصب عينيه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ارفع عنا سخطك وغضبك. اللهم اهدي بني قومنا وأخواتنا وبناتنا، وأصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل الرشاد، ولين قلوبنا لإخواننا وأخواتنا. اللهم آمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.